اهلا وسهلا بحضراتكم والف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. النهارده عندنا مباراه هي الاروع في التاريخ، مباراه الاهلي وزد، واللي تألق فيها نجمنا اللي معتادين نشوفه بالشكل الجميل جدا هو طاهر محمد طاهر. والصوره اللي قدامكم دي هي تيكي تاكا، اختيار ولا اروع ولا اجمل بين عمر كمال عبد الواحد وبين طاهر محمد طاهر. وتدينا النتيجه دي لما تحط عمر كمال عبد الواحد ورا كابتن طاهر محمد طاهر يدوك النتيجة الهدف المؤكد ده. في البداية أحب أرحب بحضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. النادي الأهلي بعد السوبر الإفريقي وبعد الهزيمة من نادي الزمالك بركلات الترجيح قدر يسترد قوته مرة تانية، وقدر النادي الأهلي يبين شراسته ويكشر عن أنيابه لكل الفرق سواء في الدوري المصري أو في أفريقيا أو كمان في كأس القارات الثلاثة. قدر الأهلي المصري يحصل على السوبر المصري من سيراميكا كليوباترا ومن نادي الزمالك واقتنصوا وبكل جدارة، وقدر كمان يحصل على كأس القارات الثلاثة من نادي العين الإماراتي وتأهل الانتركونتيننتال، وألف مليون مبروك للأهلي. النهاردة بقى أول امبارح لعب الأهلي في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا برضه وفاز بخماسية في افتتاحة الدوري. النهاردة النادي الأهلي بيلعب أمام نادي زد وفنش اللقاء بهدف طاهر محمد طاهر اللي تألق في اللقاء. بصراحة تشكيل النادي الأهلي النهاردة 10/10، مفهوش أي غلطة. كلكم كنتوا ولا أروع ولا أجمل من كده، مفيش. الأداء الأهلي مش هيبقى أحسن من الأداء اللي احنا شفناه ده. بصراحة كلكم كنتوا بتلعبوا 10/10 وبجدارة. في غلطات بس بتحصل في النادي الأهلي بس بسيطة الحمد لله، ونقدر الوقت اللي جاي مارسيل كولر يصلحها. هقول لكم على خبر بس قبل ما اخلص الفيديو دوتي او قبل ما اخش في تفاصيل اللقاء. كل الكلام اللي بيتقال من الصفحات الفيك، الصفحات الزملكاويه اللي بتطلع تقول ان وسام ابو علي هيمشي، ان وسام ابو علي خلاص هيرحل، والكلام اللي هو الفيك ده اللي انت اصلا ما تصدقوش. فكل ده بتبقى شوشره على النادي الاهلي، او تقدروا تقولوا ايه، بيحب يعني يأفوروا في الموضوع ويشوشروا في الاعلام. الاهلي بيتحارب مش من حاجه واحده بس، من كتير. اول مباراه للاهلي في الدوري افتتحها بحاجه مشرفه، مش الحكم يروح للمحاكمه يتحول للنيابه، والفار غرفه الفار تحول للنيابه، والمباراه تفوزوا فيها ظلم وتاخدوا 3 نقط قدام ربنا ما تستحقوش غير النقطه اللي هي التعادل. انا من وجهة نظري انتوا متعادلين مش فايزين. فعايز الوقت اللي جاي الناس تهدى شويه اللي بتطلع الاخبار الكذب ان طاهر محمد طاهر هيمشي وان وسام ابو علي وان الشناوي رفض يجدد. حبيبي اللي انت بتقوله كله فيك وكلام اصلا ما يتصدقش. خلونا في لقاء النهارده ان النادي الاهلي قدر يقتنص 3 نقط غاليه جدا من نادي زد المشاكس. بصراحه هي الاروع والاجمل مباراه سيراميكا كليوباترا، ولكن برضه مباراه قويه. ده يبين لك ان الدوري بتاعنا الحمد لله بعد طول سنين طويله كنا بندور على منافس للنادي الاهلي. الف مليون مبروك. مش منافسين في الدوري المصري. هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين كوره حلوه، عايزين الاداء يطلع بشكل اجمل، عايزين نشوف كوره في الوقت اللي جاي. الدوري كده تحس انك بتتفرج على البريمير ليج، مش تتفرج على مباراة عادية الأهلي عارفه إن هو يطلع فايز منها. أحب المباراة اللي هي إيه، أهداف رايحة جاية، هجمات رايحة جاية، كرة على الشناوي وتصديات وتاكلينج من الدفاع. النهارده في مباراة زد بأمانة الوينج اليمين من النادي الأهلي كان شغال طاهر وعمر كمال عبد الواحد 10/10، وبأمانة أبطال. الأهلي بقى دلوقتي لعبه بيلعب بالجناحين، كان باليمين والشمال الاتنين بيضغطوا. لكن اللعب كله النهارده والكادر كان على الناحيه اليمين في النادي الاهلي. اتحولت الشوط الثاني وابتدى الكادر يروح ناحيه ايه، الشمال شويه. لكن اللي اقدر اقوله ان النادي الاهلي قدر بصراحه يتصدر مجموعه الدوري المصري. النادي الاهلي في الصداره برصيد 6 نقط. لو انتوا حابين ان انا اجيب لكم جدول الترتيب انتظروا معايا ثانيه واحده. جدول جدول ترتيب الدوري المصري. الاهلي المصري في الصداره برصيد 6 نقط.
بعديه الاتحاد السكندري برصيد 6 نقط بعد الانتصار النهارده. بعديه نادي سموحه 3 نقط. المصري 3 نقط. الزمالك 3 نقط. الزمالك برضو عنده مباراه بكره مهمه. كل دول عد بقى 3 نقط 3 نقط، وبعد كده نقطه 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 نقطه. كده الاهلي اللي في الصداره هو نادي سيراميكا هو نادي الاتحاد السكندري. سيد البلد سيد البلد في المركز الثاني. عايزين بس الفرق ايه؟ يلا لفوق. بيراميدز انا مش شايفه في الستة او السبعة الاولانيين خالص. ليه؟ مش وقتك. الوقت ده مش وقتك. ده وقت ان الدوري كله فيه افاقه، وكله كان مجهز اصلا في الصفقات وفي ترتيب الفريق وفي المرحله التدريبيه وفي التاهيل وفي كل حاجه. الفرق كلها مجهزه نفسها. لكن الوقت ده هو اجمل وقت في الدوري، وكل الناس هتأيدني في الرأي ده ان الدوري السنه دي هيبقى اقوى دوري في السنين اللي فاتت كلها. ما تنسوش قبل ما تطلعوا من الفيديو لايك للفيديو عشان يوصلك كل الاخبار الحصريه اللي بنزلها على قناتي، واشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات. وشكرا جدا يا جميل لحسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر.